إذا تحدثنا عن البطاقة الشخصية لسيدة المجتمع ومربية الأجيال كيم كارديشيان، سنجد أن البعض لا يعرف أن اسمها الحقيقي هو كيمبرلي نويل كارديشيان. ولدت عام 1980 في ولاية لوس أنجلوس في أمريكا، ووالدها ووالدتها أمريكيي الجنسية. التأمين على أعضاء الجسم أمر شرعي وإنساني جدا، فهناك المطرب الذي يؤمن على حنجرته وهناك اللاعب الذي يؤمن على قدمه، لكن كالعادة كيم كارديشيان، ولأنها مختلفة ولأنه من الطبيعي أن تؤمن مصدر رزقها وسبب شهرتها، لذلك أمنت على مؤخرتها بمبلغ 21 مليون دولار. فمن الواضح أن كيم تؤمن بالحكمة الشهيرة: التأمين على المؤخرة يضعك دائما في المقدمة. ربما لا يعلم البعض أن كيم كارديشيان قامت بتصوير فيلم إباحي مع حبيبها السابق ري جي، وتم تسريبه في كل مكان، والذي تعتبره مربية الأجيال كيم كارديشيان من أسباب شهرتها الأساسية. وبعض الناس يتهمونها بأنها هي من قامت بتسريب ذلك الفيلم من أجل الشهرة. لا تنسى أن تشترك في القناة وتضغط على زر اللايك وتشاهد الفيديوهات السابقة.